كترنا الهموم ليه؟ كترنا الهموم ليه؟ نسينا كلمة يا رب ليه؟ سلمها لله، سلمها لله وقول يا رب، سلمها لله. اللي مع ربنا ما ينعش هم ابدا، لانه عارف ان اخرتها الغفير او باب الوزير او مقابر الامام الشافعي. اخرتها ايه؟ هنروح فين؟ لنا باب غير ده؟ مفيش. في واحد ما ماتش، الكل مات، ابائنا ماتوا واجدادنا ماتوا والدور علينا، وبعد كده سنصير ترابا وفراشا لمن بعدنا كما ان من قبلنا صار ترابا وفراشا لنا، وبعد ذلك يقول مولانا لمن الملك اليوم. فسلمها لله، سلمها لله وقول يا رب. وعمر المسألة ما كانت شباك الصراف، هناك ناس يصرف لهم وهناك ناس يصرف عنهم، هناك ناس يصرف لهم ولا بركة، فما فيش بركة في القرش. يقول لك انا بفك اجيب علبة كبريت بقرا الفاتحة على روح الجنيه خلاص. التاني يصرف عنه اللي ربنا بيبارك له، يصرف عنه الهم ويصرف عنه الحزن ويصرف عنه الشقاء ويهديله اولاده ويهديله الست اللي قاعدة معاه في البيت ويريح باله. ما ياما ناس بتصرف 120 اول الشهر و200 و250 وبدل تمثيل وبدل تهريج وبدل تصفيق وبدل تصفيق وبدل تهليل ويحيى فلان وعاش فلان ويسقط فلان، وبيقبضوا. بياكل اول النهار سندوتش فول عشان يملى المعدة ويغيب يكربع مية من الحنفية لما الرئتين يبقوا زي القربة ويطلع صوته عامل زي صوت البروجي وياخد ربع جنيه اخر النهار. التاني ربنا بيصرف عنه، بيبارك له، بيهدي حاله، بيهدي سره. التاني ما بيطيش يدخل البيت لان ما بيذكرش الله، ما فيش بركة، ما فيش بركة عنده. اول ما بيدخل المدام بتقدم له كشف الطلبات، كشف الطلبات منها ترابيزة في هيلتون، واللي بيدخل هيلتون بيطلع ما هيلتوش حاجة. وبعدين ان ما كانش ينفذ الاوامر على طول العفاريت تحضر وتترمي على الارض. ملأ المدام عندها تشنج عصبي، يا دي البلوى، المدام جالها التشنج شممها ورقة ب10 جنيه وهي تفوق على طول. هذه المسألة. انما لما ربنا يبارك هيهديها لك. نهار ما هتطلب منك شيء، اذا كنت نازل الغرية هات لنا معاك فلاية برشين ساعة، فلاية. الله يرحم ايام زمان لا كانوا بيعرفوا الكوافير ولا الكفرير، كانت الواحدة بتقعد في الشمس وتصب كيلو جاز على راسها تموت السبان والاكلات وكان الجاز ريحته حلوة يوميها. ايوه دلوقتي كوافير و75 ساغ و120 ساغ ومش عارف الميريلاند والكلام الفاضي اللي احنا طلعنا فيه. كانوا زمان ما يعرفوش غير المساجد وغير الاماكن اللي فيها ذكر ربنا. النهاردة لو جارتك دخلت عند مراتك بعد ساعة هتبص تلاقي البيت انقلب الى غارة جوية. انا شايفاك ما بتبصيش من الشباك ولا بتقفي في البلكونة. هو انت محبوسة في الاشلاء؟ انت محبوسة؟ هو عامل لك حبس وعامل لك فرش متاع؟ يا شيخة بقى يعني اطلعي بقى من الادب بتاعك شوية وكلميه بصراحة. ليه كده؟ ليه كده؟ لان هم بيتلقوا تعاليمهم دلوقتي من الاعلام ومن مجلة حواء وبيقروا الشبكة، والكلام ده كله افسد الاخلاق وضيق الارزاق، افسد الاخلاق وضيق الارزاق. فالشاهد ان رمضان ما هوش عايز ننعم، لان رب رمضان كريم، ورمضان كريم استقبلوه استقبالا يليق بمقامه. سيدنا النبي كان اذا جاء رمضان زف البشرى الى اصحابه وقال اتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه فيه ليلة خير من 1000 شهر. استقبلوا رمضان. حتى احنا بنبعد عن تاريخنا لدرجة ان المعركة مرضاناش نسماها رمضان، اي في 10 رمضان، انما قلنا لا استبعد كلمة رمضان. ليه؟ لان كلمة رمضان ده هتفكرنا بالاسلام بعتها شوية. خليها اكتوبر، خلينا في اكتوبر، خلينا في اكتوبر لغاية ما هيجي يوم نقول اكتوبر صلى الله عليه هيبقى سيدنا اكتوبر. ما هو في واحد مدرس بيقول للتلميذ عد الانبياء يا ولد،
فقال له سيدنا ابراهيم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا فرعون. قال له فرعون يا ولد؟ فرعون كان نبي؟ قال له هو كان عاجبه يبقى نبي؟ ده كان بيقول انا ربكم الاعلى. فخلينا في اكتوبر بقى، يعني كلمة رمضان بقى لما ربنا يعني كرمنا وعبرنا، وكان ذلك في رمضان، ودي احدى بركات رمضان. نقوم نبعد عن كلمة رمضان بقى، بنخاف حتى من الاسامي. اسم رمضان اصبح النهاردة بنبعد عنه. يا اخي ده الملك لله، يا اخي ده العظمة بايد الله والدوام لله. ده هايل سلاس اللي كان بيقول انا يهوذا اسد الاسود، اهو راح النهارده وخدوه من رقبته وحطوه في قيادة الجيش الاثيوبي وقعد. فيعني المسائل كلها بايد ربنا سبحانه وتعالى. رمضان ده شهر الله المعظم الذي بدأ نزول القرآن فيه على سيد الخلق وحبيب الحق. النبي كان بيقول شهر مبارك كله بركة بيبارك فيه ربنا. وبعدين النبي بيقول بيعلمنا كيف نتعاطى طعام الافطار. كان بيعمل ايه النبي؟ سمع لي كده الصلاة على الحبيب النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النبي كان يفطر على وتر من التمرات، يفطر على تمرة على 3، ويشرب سائلا، يشرب شوية مية اذا لم يجد التمر. وبعد كده يقول اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت الهي ولا اله الا انت. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. سمعني الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوف النبي كان بيقول ايه؟ الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. يفطر خفيف وبعدين يصلي المغرب وبعدين يتناول ما شاء الله له ان يتناول، بحيث انه قال فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني قسم المسألة 3، تلت المعدة طعام وتلتها مية، وهي المية مجانا. اهو احنا ضمننا التلت، والتلت للنفس والنفس مجانا. ادي التلتين، يبقى مش هنقدر على التلت اللي فاضل. نقدر عليه. انما الواحد يقعد على الطبلية ينسى نفسه ويحط الطرش على الكنافة وانا جعان يا اخي انا جعان. لا ابدا، ما كانتش دي سنة النبي. سنة النبي في الصيام كانت سنة لطيفة. انت لو خدت كوباية ليمون تستطيع انك تقعد بقى لغاية السحور، لان الصيام عايز مادة سكرية والليمون فيه فيتامين سي هتقعد بيه، وتيجي تصلي التراويح خفيف. انما الواحد يقوم صلي المغرب بقى يقول لك لا لما افطر الاول. هو ما دام حط الاكل هيصلي المغرب، هيصلي فين؟ ده الشوربه ريحتها طالعه تجوع. احنا الحمد لله ما مشهورين يعني بالتقليه، وما فيش حد مش تقليه النهارده. يعني الناس النهارده في تصنيف الطعام حاجه غريبه. يعني الواحده تعمل طاجن بصل ساعة الراجل ما ياكله ينخمد ما يقومش الا بعدها بيومين، ويمكن لا يستيقظوا بعدها ابدا. ليه كده؟ طب ليه يعني بنسرع على النوم؟ ليه ما بكره ننام نومه طويله؟